المشروب اللي ليه كنز من الفوائد وقمة في الانتعاش، طبيعي ويعشقو الكبير والصغير ويروي العطشان. لهذا سيداتي تبعي معايا لا فيديو وما تنساوناش الله يجازيكم بخير من لي لايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارطاج باش تعمل فائده على الجميع. ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي ويعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه السوريه. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم كالعاده ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. والمكون الرئيسي والاساسي واللي غني عن التعريف والفوائد ديالو عديده وهو الخيار. عندنا هنايا حبه واحده من الخيار. على حسب هاد المكونات والمقادير اللي غادي نعطيكم كيعطينا لتر او لتر وربع من هاد العصير المنعش والصحي 100%. كيف ما شاهدتوا معايا ممكن تخليو الخيار بالقشره ديالو كامله او ديروا كيف ما درت انا، حيت نص في نص، كنقطعوه القطع صغيره. الا حيدنا القشره كلها هي راه ما كيعطيناش داك اللون ديال العصير اللي كيجينا في الاخضر، يعني كيجينا منعش وكنحتفظوا بجميع فوائد ديال الخيار. عندي كذلك هنايا النعناع. كيف ما كنعرفوا النعناع مع الخيار يا سلام على الانتعاش. كنخليو الورق بداك الغصيين ديالو اللي غسلناه اكيد مزيان. عندي تقريبا واحد 4 ديال العريشات ديال النعناع على حسب كيف ما قلت لكم، على حسب لتر وربع من العصير. عندي هنايا حبه ديال الحامض وحده متوسطه الحجم. الا كنتو غادي تعصروا الحامض غتحتاجوا 2 حبات من الحامض، وإلا كنتو غديروا بحالي انا تواجدات عندي غير حبه حامضه وحده، فضلت باش تعطيني الكونتيتي كتر ديال الحامض فضلت نقشرها على هذه الطريقه، نحيد ليها العظام ونحيد ليها داك الجلفه البيضاء كلها هي باش ما كتجينيش فيها المروره نهائيا، ونتاكدوا من العظام والقشره البيضاء. كناخذوا هنايا الخلاط الكهربائي او البراميكسور اللي غنطحنوا فيه العصير ديالنا او المشروب ديالنا المنعش، وكنفرغوا هنايا داك الخيار مع الحامض مع داك العريشات ديال النعناع، وكنديروا هنايا السكر تيبقى على حسب الذوق. درت انا هنايا تقريبا واحد 100 غرام ديال السكر، اي نص كاس من عبر كاس ديال العنبه ديال السكر تيبقى اختياري. عندي لتر من الماء اللي يكون بيان كلاصي، يعني يكون بارد، باش كان بغينا نتناولوه في الحين. كيف ما كنعرفوا عصير الخيار والحامض ضروري ما نشربوه في الساعه والحين، ما نحتفظوش به مده اطول. لهذا كنحضروا غير الكونتيتي اللي غادي نشربوا هذاك الساعات، يعني يطرو ما بين يطرو وربع او 2 لتر. كيف ما كتشاهدوا معايا غادي نطحنوه مزيان. كيف ما قلت لكم تخليو الخيار بالقشره ديالو من الاحسن، والنعناع كذلك بالعريشه ديالو باش كيزيد يطلق لينا داك المركز ديال النعناع. شوفوا هذا المزيج ديال النعناع والحامض والخيار، تخيلوا معايا يا سلام. هذا راه ماشي موخيطو بوحدو، وسبق لي ودرجته معكم وغنخلي لكم في رابط صندوق الوصف. بعد ما طحناه مزيان كنصفيه في واحد الصفايه اللي تكون رقيقه باش كيخرج لينا هاد السائل ديال المشروب، يعني صافي. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو المشروب او العصير ديالنا الصحي مليار بالمية. كنتبردوا وكنتعشوا، وكيف ما كنعرفوا الفوائد ديال الخيار مع النعناع مع الحامض يا سلام على الانتعاش. انا مازال بغيت نتبرد وكنزيد هنايا واحد الحبات او الطوبات ديال الكلاصون. انا جبتهم من قبل كانوا تقريبا قربوا يذوبوا ليا، راه غير تفتفتوا ليا وكنضيفهم يعني حبه لان هذا العصير هذا بلا بروده ما كيسواش الانتعاش، ضروري ما يكون بيان كلاسي. وهذا هو مشروبنا ديال اليوم، كنز من الفوائد. نتمنى ينال اعجابكم والى اللقاء في وصفه مقبله بحول الله.